آمن بنفسك الأول، محدش هيصدق فيك غيرك، بس الخير بيعمل دواير وهيرجع لك تاني، وما تستناش المقابل. ربنا دايما بيرد الجميل، والفشل مش ضد النجاح، الفشل جزء منه. من سلسلة 1000 حكمة هتغير حياتك، احنا دلوقتي مجهزين 50 حكمة، ولو الناس حابة تكمل لل1000 قولوا لنا في الكومنتات، ومعلومة جديدة تعال أقولها لك. يلا بينا. الحكمة الأولى: الوقت أغلى من الناس الغلط. ما تضيعش وقتك في إنك تشرح نفسك للي مش عايز يفهمك، اللي بيحبك هيفهمك من غير كلام، واللي بيدور على غلطك مش هيقتنع حتى لو جبت له 1000 دليل. خلي وقتك ليك، لنفسك، لتطورك، لأن ببساطة الوقت أغلى من الناس الغلط. الحكمة التانية: الضحك مش دايما دليل السعادة. عارف اللي بيضحكك كتير ده مش دايما بيبقى مبسوط، ممكن يكون بيحاول يخبي وجعه بالضحك. وعلشان كده لما تشوف حد دايما بيضحك ابتسم له، اسأله، وحسسه انه مش لوحده، يمكن كلمة منك تريحه اكتر من 1000 ضحك. والحكمة التالتة: الفشل مش نهاية. لما تقع ما تفتكرش ان دي النهاية، والفشل مش ضد النجاح، الفشل جزء منه. كل محاولة غلط بتقربك خطوة من الصح، واللي بينجح يا صديقي مش الأذكى، اللي بينجح هو اللي بيكمل حتى لو كل الناس وقفت. النجاح مش الوصول. الناس فاكرة ان النجاح انك توصل، بس النجاح يا صديقي انك ما تقفش طول ما انت ماشي حتى لو ببطء. خليك فاكر الوقفة بتأخر، انما الخطوة الصغيرة بتقرب، والخير عمره ما بيضيع. استمر واعمل الخير حتى لو محدش شايفك، الخير اللي انت بتعمله ممكن يرجع لك في وقت انت محتاجه، وما تستناش المقابل. ربنا دايما بيرد الجميل، بس في وقته هو مش في وقتك انت. ودي كانت حلقة النهارده، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير كتير للفيديو لو عجبك. الصمت مش ضعف، اوقات يبقى عندك كلام كتير جواك بس تختار تسكت. الناس تفتكر انك ضعيف، بس الحقيقة انك اذكى واحد في القعدة، لان الصمت مش دايما هزيمة، واوقات بيبقى اعلى درجات النضج. الكمال وهم، اللي بيدور على الكمال عمره ما هيرتاح. مفيش حد كامل، ومفيش حياة من غير غلط، بس اللي بيتطور كل يوم حتى لو خطوة صغيرة هو ده فعلا الكسبان. الحكمة رقم 8 و9 من 1000 حكمة ممكن تغير حياتك، ومعلومة جديدة تعال أقولها لك. يلا بينا. اعمل الخير وامشي، ما تستناش شكر ولا تقدير. اللي عملت معاه الخير ممكن ينساه، بس الخير بيعمل دواير وهيرجع لك تاني، بس في وقت انت مش متخيله. مفيش راحة من غير تعب. كل واحد فينا بيحلم بالراحة، بس محدش بيوصل لها وهو قاعد مكانه. الراحة الحقيقية لما تتعب وتنجح، لما تحس ان تعبك جاب نتيجة. المشقة والتعب هي الطريق مش العائق، ومحدش تاني هيجي يحلم بدالك. ابدأ لوحدك حتى لو الكل ضدك، واللي عنده ايمان بنفسه الدنيا كلها بتضطر تصدقه في الاخر. اوعى تقارن نفسك بحد، ودي اكبر غلطه ممكن تعملها يا صديقي، وهي انك تقارن نفسك بحد تاني. كل واحد وليه رحلته وليه توقيته وليه ظروفه، ولكن قارن نفسك بنفسك امبارح وشوف اتقدمت قد ايه. السباق الحقيقي بينك وبين نسختك القديم. الخساره مش دايما شر، ساعات ربنا بيبعد عنك حاجه كنت فاكرها خير، وتكتشف بعدين انها كانت هتكسرك. الخساره مش دايما شر، اوقات بتبقى انقاذ وانت مش واخد بالك. اللي راح ما كانش مكتوب ليك، عشان كده يا صديقي ما تزعلش على اللي راح منه. اللي مكتوب ليك انت عمره ما كان هيفوتك، واللي راح مش عشان يفسح لك مكان للي احسن منه. الخبره دايما في اللي حصل معاك قبل كده. خلي عندك دايما نيه للخير حتى لو الدنيا خيبت ظنك كذا مره، ولكن النيه الطيبه عمرها ما بتخسر، وربنا سبحانه وتعالى بيجازي على القلوب مش على الكلام. اختار دايما اللي يطمنك مش اللي يعجب الناس، وما تعيش عشان ترضي حد. الناس مش هترضى يا صديقي حتى لو عملت المستحيل. عيش عشان تبقى مرتاح مع نفسك بس، واختار دايما اللي يطمنك مش اللي يسقف لك. ودي كانت حلقة النهارده، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير كتير للفيديو لو عجبك.